سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في كافيه مجاور لنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية من دون وقوع إصابات. تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بنشوب حريق داخل أحد الكافيهات في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة بالقرب من نادي المعلمين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران. وأوضح مصدر إداري في نادي المعلمين بالإسكندرية أن الحريق اندلع داخل أحد الكافيهات المستأجرة من النادي، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارات الإطفاء. وأضاف المصدر أن جاري الكشف عن كافة الملابسات حول اندلاع النيران داخل الكافيه من قبل جهات التحقيق، مؤكدا أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات أو خسائر بشرية، ولكن تسبب بخسائر مادية كبيرة. بردا وسلاما على أهل الإسكندرية وعلى أهل مصر يا رب العالمين.